السلام عليكم، عاملين ايه؟ أتمنى إنكم تكونوا بخير دايما. يا ترى مين فينا ما كبرش على مجلات ميكي وبطوط وكمان السندباد؟ تقريبا كلنا إن ما كناش قريناها فأكيد إنها مرت علينا أو شفناها مع حد في نفس سننا، لدرجة إن ممكن يكون فينا اللي محتفظ بإصدارات من المجلات دي لحد دلوقتي. عالم من القصص المصورة قضينا معاه أغلب طفولتنا مع حكايات ميكي وميني وبطوط وبندق وعم دهب، وأكيد ما ينفعش ننسى السندباد ومغامراته. النهارده انا جاي اقول لك ان لو عندك حنين للقصص المصوره وعاوز حاجات تكون كده وكمان للكبار، فلو لم تكن تعلم الفن ده لسه موجود لحد دلوقتي، وكمان بقصص وحكايات ما تنفعش اصلا غير للكبار من سن ال 18 وانت طالع. قصص مسليه فيها الاكشن والرعب والغموض والخيال العلمي والرومانسيه وكل ما تتخيله يا صديقي. أكيد ممكن يكون عدى قدامك مشهد لأنمي أو لقصص مصورة فيها مشاهد غير مناسبة للأطفال على أي من منصات السوشيال ميديا، وسألت نفسك إيه ده وما كنتش عارفه. الفيديو ده هيعرفك وبياخدك جوه العالم ده بتفاصيله. ببساطة يا صديقي، العالم ده فيه مدرستين. الأولى هي عالم الكوميك بوك الغربي زي مثلا عالم مارفل وعالم دي سي. الأفلام دي في الأساس قصص مصورة، واللي بيورينا مجموعة الأبطال الخارقين اللي بيدخلوا في صراعات حتمية ومميتة عشان ينقذوا البشرية، وبنشوف فيها معارك جبارة ومثيرة بتخطف العين وتاخدك لعالم من الخيال. لكن المدرسة التانية وهي عالم المانجا اليابانية والمانهوا الكورية والصينية، وأنا بصنفها بالمدرسة الشرقية. بتشوف فيها البطل الضعيف اللي بيحصل له موقف أو بيتعرض لظروف معينة بيتحول من الضعف للقوة، وبنشوف تطور الشخصية وتطور الحكاية مع البطل اللي كان في يوم من الأيام زيه زينا ويمكن أضعف. وكمان في منها اللي بيقدم أبطال خارقين فيهم الطيب وفيهم الشرير، وأمثلة على كده أنمي سولو ليفلينج وأنمي الصياد وناروتو ودراجون بول. كل دول في الأساس كانوا قصص مصورة. بس يا صديقي، كده أنت عرفت كل حاجة عن العالم ده، فلو ما عندكش وقت إنك تقرأ فما تقلقش، الحل عندنا احنا. قناتنا على اليوتيوب بتلخص لك الحكايات دي في فيديوهات تقدر تتفرج عليها وتسمعها وانت في أي مكان. لو انت حابب تشوف حاجة زي كده وتخوض تجربة ترجع بيها لأيام الطفولة في شكل جديد يتناسب مع أفكارنا دلوقتي واللي بنعيشه، يبقى انت في المكان الصح. ما تنساش تزور قناتنا على اليوتيوب، واللي هتلاقي الرابط بتاعها في أول تعليق، وتقول لنا رأيك في القصة اللي بتنزل على القناة دلوقتي. ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل لك الحلقات أول بأول. سلام.